كيفكم يا باشا؟ سافو بيبي. حاليا ما عندي مقدمة لهاي القناة، فبكون تحملونا كل فيديو رح يكون بمقدمة الشكل. اوكي بهاي القناة رح اعمل ردة فعل على فيديوهات. رح ابدا رأيي بكل احترام وبكل اناقة وبكل فخم وبكل بساطة، ومتأكدة انه رأيي رح يعجب الكل. اكيد هذا اول فيديو رح يكون على القناة، بتمنى انه شوف دعمكم عليه لحتى استمر فيه، ولحتى اعرف كمان انه هذا المحتوى عجبكم. يعني ان شاء الله رح تكون بداية جديدة وحلوة سوا لحالنا، فبتمنى انه نلاقي النتيجة لحتى اقدر اكمل معكم. هاي عشان بشتغل. اوكي بسم الله، خلينا نبدأ بالفيديو. بفيديو اليوم رح نحكي عن هاي البنت. هاي البنت اسمها رغد. اتوقع بالوقت الحالي ما في بني ادم على الكرة الارضية ما بيعرف مين هي رغد. رغد هي ايو يا بيرفكت واو ايو يا عندها 338 ألف فولورز على الانستغرام، رقم ممتاز بوقت قصير جدا. في عنا هدول الفيديوين محطوط عليهم بن، تعالوا نشوفهم. هذا بيرفكت جد بيرفكت، بس هذا ايو يا هذا عن جد واو، يعني واو. هذا بيرفكت بس هذا انه ايو يا شباب، احنا ب 2025 بليز وقفوا سكيني جينز خلاص. طبعا في ناس انتقدتها وانتقدت اسلوبها واعتبرتها انه هي انسانة مستفزة. مثلا خلينا نقرأ شوية تعليقات على هذا الفيديو. في اجانب معلقين I don't even understand Arabic that much but can't you please talk normal. يعني حتى الاجانب مستوعبين انه في غلط طريقة حكيها. انت ايو كم تدفعون لي واطير حسابها؟ مليون. ايو ولك انت بتتكلمي كده ليه؟ والله ما حدا بيخوف الا انت تخوفي اكتر منه يا اختي. احنا ب 2025 احد يهكر حسابها؟ ترى لعبة نفسنا. لك حدا يعطيني شحاطة نمرة 70. اذا كان الاستفزاز انسان فهو انت. صوتك جاب لي مغص، اصلعت تحكي تضربي بهالخلقة. ما دخلنا انا، هني هيك كاتبين. وفي ناس انتقدتها بفيديو، مثلا هاد عامل غنية راب عنا عم ينتقدها بس. واو عن جد واو. هي بيرفكت بس هي تتنمر على الناس وجبهتها ملا بتنستي ايو يا لك اول شوفي منظرك بتشبه مومو هالبنت، محتواها كتير هابط والشهرة بتعشق هالشكل. كلنا نسقف للشايب، وبنفس الوقت في ناس حبيتها وصارت تدعمها. خلينا نقرأ كمان كومنتات. أولا البنت معاها حق، زي ما الرجال يحكوا عن البنات بتنمروا عليهم لما يعملوا عمليات تجميل حتى هم ياكلوا بروتين ويصير جسمهم مو طبيعي. أصلا عمليات التجميل فرق بينه وبين البروتين من الأرض للسما، لأنه عمليات تجميل شيء والبروتين شيء، داك أكل. يعني انتوا شو بتحكوا؟ البنت مش عاملة شيء ومش ناقدة على حدا. البنت كيوت ولطيفة وصغيرة، أنا حبيتها. تهبلين يا روحي انتي، والله صارت كيوتي. الكل بيكره البنت إلا أنا الوحيدة اللي حبيتها. ما بعرف صراحة هدول عم يكتبوا هالكومنتات، يعني شو عم يحسوا؟ يعني هل هن عن جد واعيين او عاقلين او متاكدين من الشيء اللي هن عم يكتبوه؟ انا متاكده انه انتم ما عم تساعدوها ولا اصلا حتى عم تفيدوها بهاي الكومنتات، لانه هي اصلا همها انه الناس يستفزوا من طريقه المحتوى اللي هي عم تنشره لحتى تنتشر بسرعه اكبر، لانه بهالايام الخارج عن نطاق المألوف هو اللي عم ينجح للاسف. هاي بيرفكت وهي واو بس هاي اللي عم تنتقد البنت يا انه بنات نحن. نعم اسكيوز مي لو سمحتي، انت يعني مين عم تحكي بالضبط؟ يلي برأيي أنا إنه هذا الشيء أنا ما بعتبره محتوى، لأنه كلمة صانع محتوى هي أكبر من هيك بكتير. وبالمقابل في صناع محتوى بتعبوا على فيديوهاتهم أو على المحتوى اللي هن بيقدموه، أو حتى كمان بتكلفوا فلوس على فيديوهات لحتى بس تنزل على السوشيال ميديا. المشكلة إنه هي ما بس هون على الإنستا، لا هي كمان فتحت على التيك توك وعلى اليوتيوب كمان. يعني أنا ما بعرف هي شو تعمل باليوتيوب، بدها تعمل فيديو كامل اكثر من 10 دقائق بس قاعده عم تقيم الناس فيه وتحكي عنه ايو ويا والله تعالوا نفتح فيديو على اليوتيوب نشوف هي شو عم تعمل. هذا اخر فيديو هي منزلته من يومين، جايب 1200 فيوز. انا رغد، بنت عمري هاي 18 سنة، تغذيت نص الوطن العربي وصناع محتوى مشاهدين
يعني هي عارفاني حالها انه هي استفزت كل العالم، ومع ذلك هي مستمرة بهذا الشيء. ما قلت لكم انه هي عم تعمل هذا الشيء لحتى تستفز؟ ليش استفزيتهم؟ لأنه قلت هذا واو من جد هذا بيرفكت، بس هذا ايو يا شباب، احنا ب 2025، انت شو شايف انا مو شايفته؟ يا الله، طريقة الحكي لحالك كتير مستفزة. يعني أنا بدي ضل اسمع نبرة الصوت هاي 13 دقيقة. الفيديو اليوم حيكون اني حجاوب على كل اسئلتكم وعلى كل الانتقادات اللي اجتني والمسبات اللي اجتني اخر فترة. مثبات؟ اوكي، خلينا نقدم لحتى نشوف المثبات. وين اهلك وكيف نخليك تكملي رغم كل هالمسبات؟ اهلي شايفين انا شو عم بعمل، شايفين كل فيديوهاتي وكل شي عم يصير. اهلي شايفين انه غلط مو فيني، شايفين الغلط بالناس اللي عم تسبني. نعم، أهلك موافقين؟ متأكدة؟ ار يو شور؟ من وين اجتك فكرة ترند ايو؟ أنا ما بعتبره ترند، يعني بعتبره بس هيك شيء انتشر، بس ما انه ترند. يعني ما انه ترند حدا يقلده او يعمل فيه. صدقنا ما حدا بده يعرف القصة اصلا، خليها بس سر، خليها سر. ليش بتحكي هيك وهيك انت بتحكي بالبيت؟ بما انه انت بدك مبرر من وجهة نظرك بالنسبة لك، انا حاعطيك اللي بدك تسمعه. انا قبل ما هي تجاوب، ما في حدا بيحكي اعطيك، اسمع اعطيك. طيب هاي طريقة حكي طبيعية مو طبيعية. مثلا في شيء باللغة العربية اسمه حرف طاء. انا اخر عنقود بالبيت، اعتقد هذا حيكون سبب منطقي لك. غير هيك انا شخص لا، ما سبب منطقي. اخر العنقود بالبيت اوكي، بنعرف انه هو بيكون مدلع مدري ايش، بس مو مدلع بهالطريقة هاي. انا مليت صراحة، ما بدي اكمل الفيديو اكتر من هيك، خلاص بلاقي انف. نصيحتي الك خلاص ما تكمل باليوتيوب لانه ما مناسب، خليك على الانستغرام وعلى الايو واليا تمام. رغم انه هالبنت عم تعمل محتوى مستفز، بس عم يجيب فيوز وعم يجيب لايكات وعم يجيب فولورز وعم يجيب كومنتات. الناس اللي عم تدعم هيك محتوى لبنت عم تحكي بس يا على فيديوهات، هن شو عم يحسوا؟ anyways الناس أذواق، بس يا ريت انه نكبر عقلنا شوي ونعرف نحن شو عم نعمل. وفي ناس اخذت محتواها وعملت منه محتوى لانه بس عم تجيب مشاهدات، مثلا مثل هذا الفيديو. هذا واو عن جد واو. هذا English perfect، بس هذا ايو يا لحظة ولك هيدي صورتي، وليش حاطة صورتي؟ بعدين شو ايو يعني مبين انك انت اللي مزبط الفيديو بس مشان تطلع اكسبلور. اوكي، بهيك رح نكون خلصنا فيديو اليوم. هذا هو كان اول فيديو رياكشن انا بعمله. انا حكيت رايي فيه، رايي الخاص. بالاخير نحن كلياتنا ناس، كلياتنا عنا اراء مختلفه. يعني اكيد في كتير ناس معه وفي كمان كتير ناس ضده. بتمنى انكم تدعمونا وتحطوا لايكات كتير على هالفيديوهات مشان اقدر انه انا استمر معكم واعرف انكم حبيتوا هذا المحتوى. وان شاء الله انا رح اعمل لكم فيديوهات كمان اكتر بالمستقبل. رح نحكي عن ترندات، عن قصص صايره غريبه، ما بتفرق شو ما بدكم. واذا بدكم يعني اعمل لكم فقره منشنات او انتم تمنشنوني على الفيديوهات وانا اعمل ردة فعل عليها، كمان منشنوني على حساب الانستغرام، احط لكم اياه هون. وبس هذا كان فيديو اليوم. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وبس سلام.